السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض رواني كيك. زي ما انتوا شايفين كده الرواني كيكة سهلة وخفيفة، هي يعتبر كيكة وبسبوسة في نفس الوقت. معانا المقادير اهو، لو عندك اي كيس بسبوسة تعملي احلى صينية رواني مع بعض في ثواني. هنا معانا 4 بيضات، نص كوباية سكر عشان الكيس البسبوسة طبعا متضاف له سكر، كوباية زبادي، فانيليا، كوباية زيت، وكيس بسبوسة، وكوباية دقيق، وكيس بيكنج باودر، ومعلقتين جوز هند، ورشة ملح صغيرة. هنا فضينا كيس البسبوسة وجوز الهند ورشة الملح. هنحط بقى البيكنج باودر كده ننخله والدقيق مع بعض، عشان طبعا البسبوسة خشنة مش هتتنخل في المنخل بتاعنا دوت، مش هتنزل منها الجوز الهند اللي فيها هيتحش في المنخل. هنقلب بقى المواد الجافة كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده، ونركنها على جنب. هنجيب الخلاط، نحط ال4 بيضات، هنحط بقى المواد السائلة كلها مع بعض. نص كوباية سكر، هنحط كوباية الزيت، هنحط كوباية الزبادي، هنحط المقادير كلها سائلة على بعض. هنحط فانيليا بقى، فانيليا بقى عندك فانيليا اكياس، فانيليا سايلة زي ما انت الموجودة عندك. هنضربها كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، نضربها كويس عشان السكر يدوب. وهننزلها بقى على المواد الجافة اهو زي ما انت شايفه. هننزلها، المقادير دي مظبوطه جدا. كميه الدقيق اللي انا حطيتها على البسبوسه على المواد الجافه مناسبه قوي مع المواد السايله معايا. بس انا هقولك برضو عشان دي من دي لدي بيختلف. لو انت لقيتيها مثلا هي كده، بصوا زي ما انتم شايفين سايله وانسيابيه معايا، هي ده قوامها. لو انت لقيتيها ناشفه معاكي، دي يعني بتقبل سوائل، اديها حبه لبن صغيره. لو انت لقيتيها خفيفه زياده عن اللازم، اديها رشه دي صغيره. هنفضيها بقى في صينيه 30 في 40 زي ما انتم شايفين كده. لو انت حابه تكون عاليه عن كده، يبقى فضيها في صينيه صغيره شويه، انما هو المقدار مناسب في الصينيه 30 في 40. هنحطها بقى على الرف الوسطاني على درجة حرارة متوسطة، ونقفل عليها بقى ونعمل الشربات مع بعض. هنا كوبايتين مية على كوبايتين سكر. بنحط المية الأول عشان نحط السكر في النص عشان ما يسكرش معانا على الحروف. هنولع عليهم بقى كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى حطينا الشربات، بعد ما يغلي هنحط رشة ملح ليمون أو عصير ليمونة، وانتي واقفة جنبه كده على طول، ما تسيبوش يغلي كتير. وهنحط نقطتين فانيليا وهندفع عليه. هنا بقى الرواني استوت معانا، لونها بقى ذهبي معانا كويس اهو. انت خليها ذهبي غامق شويه عشان لما بتسقي شربات لونها بيفتح، يعني لونها يبقى زي ما انتوا شايفين كده. هنا بنسقيها الشربات الكميه مظبوطه قوي على الصينيه. هنسقي كميه الشربات كلها، وكل ما تشرب يعني كل ما تسقيها بص بتشرب ازاي، بتبقى سهله وجميله وخفيفه وطعمها جميل. اول ما هنسقي الشربات كده، هنرش بقى جوز الهند. عايزه ترش شوكولاته فرماسيه عليها، دي حاجه ترجع لرغبتك. هنحط جوز الهند كله عشان يمسك في الشربات وهو لسه مسقي. هنا انا خرطتها زي ما انتم شايفين اهو. اتمنى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه لاول مره يشوفني يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.